البرازيلي كارلو انشيلوتي حير، وتقرير اكد بانه مصابين السلام الاخوان. اليوم جبنا لكم عاوتاني الاخوان شي فيديوهات الهربه الاخوان، والله الا الهربه. تفرجوا معايا حاله نفسيه مضطربه، والله يقوي الشيطان. وانا بغيت يقاوموا كهربين يدخل لعندهم حتى الوسواس القهري. كيقولوا بانه ما تعرفش كارلو انشيلوتي، كانت عنده واحد التوجه في القرعه من طاح الفريق الوطني مع البرازيل، كان تعرف الفريق ديال الكراكي. بالنسبه له هذا الفريق ديال محمد وهبي ما فهموش. وجاء تصريح اخر رافينيا كيأكد بانه درسنا المنتخب المغربي عبر الكثير من الاشرطه وما اعترنالوش على هويه. يعني ماشي اللي كيبلاسيونا ديال محمد وهبي بدون هويه. محمد وهبي لا يلعب بالخطه الواحده، يلعب بالعديد من الاوتوماتيزمات مع ليكواد. اخوان ديال المنتخب البرازيل حاليا مازال ما لقاتش الخطه اللي غيلعب بها ركراكي. خايفين بزاف، لا الاعلام ديالهم لا الصحفيين ديالهم، كلشي خايفه الاخوان، والله خايفين من المغرب بالله. تدور مع الباراغواي وخاصه مع النرويج، وما تهضروش على مدغشقر. ولو انه بحال اللي كنقول لك كنهضر عليه لو كنتو تعقلوا بوتريكا، كان قال عليه النهار اللي كنلعب هو السكيتيوي، قال لك الا شفتو في لاطاك بلاسي في الشيلي كيبان لك بحال غوارديولا بوسيسيون دو بال. الا رجع دار الطوبيس كيبان لك جوزي مورينو. مره تيبين لينا محمد وهبي ديالو كيخرج شي حاجه ديالو. هذا معطى ايجابي. رافينيا كارلو انشيلوتي حائران من الفريق الوطني، هذا معطى كيبشرنا وكيخلينا مأكدين ومتفائلين بمشيئة السميع العليم. 2-1 3-2 3-2. Guess, just guess. 5-0 for us. 3-0 2-0 توقعات مغاربه اللي في ميريكان 2-0 2-0 موراكو. ديما المغرب 2-0 المنتخب 2-0 3-1. اللي راه المغاربه هما اللي راه ان شاء الله الكاس ديال المغرب. نديروها النيه لا المره ماشي النيه، المره خاصنا نخدموا عليها مزيان ان شاء الله. المغرب والبرازيل كام؟ المغرب يفرحنا. لا والله هذا الاعلام التونسي الاخوان. سمعوا والله يكسب البرازيل بالنقطات عادل. كابتن خالد، انا دايما انا مش جاي اراهن. انا بقول بالمعطيات اللي انا شفتها. انا شفت المنتخب المغرب يكسب البرازيل. انا شفت المغرب وشفت المغرب وهي بتلعب بالماتشات بتاعتها، وشفت البرازيل اللي بتلعب اخر ماتشين بتوعها. لا طبعا فنيا مش هقول لك ايكوال تكتيكيا، يعني هقول لك ايكوال، يعني ممكن تعادل يعني متساويين، اي حد يكسب. اخوان واش اعلام التونسي هذا ولا مصر؟ يكتبوا لنا في التعليقات الاخوان، حيت بانت لي التوانسه هذا. يعني المغرب لو كسبت البرازيل مش مفاجاه. لا مش مفاجاه خالص يا كابتن، خلاص هي حطت نفسها في وسط خد بالك المغرب 7 على العالم والبرازيل تقريبا 5 أو 6 على العالم. لكن تتوقع ان المغرب ممكن تكسب؟ لا المغرب هتوصل لمراحل بعيده كابتن. في طب ايه رايك الجزائر ممكن تعمل حاجه؟ لا الجزائر مش هتعمل حاجه. يعني ممكن الجزائر اخر الجزائر اللي هي ممكن تعدي الدور اللي بعديه. قال لي 4 ان شاء الله تأهل الجزائر معالجه. واش تأهل؟ طيب على العموم يا جماعه، المغرب رقم 7 على العالم والبرازيل رقم 6 على العالم. لو مصر كانت كسبت البرازيل كانت المغرب هتبقى 6 على العالم. هنا سر نجاح وتقدم. سر نجاح وتقدم المغرب. خلاص ما بقتش في اسماء، انا عايز الفرقه اللي تطلع. المنتخب المغربي بقيادة حكيمي ودياز يرفعون التحدي، فبعد إنجاز مونديال قطر بوصولهم للنصف النهائي وصدر ما شاء الله الاخوان راه ولينا عالميين. 7 عالميه راه لاصقين على البرازيل 6 وحنا 7. ما شاء الله الاخوان. ميسي يريدون التتويج باللقب هذه المرة في مجموعة يصطدم فيها الأسود بالصمبا البرازيلية، ثم مواجهتين تبدو في المتناول ضد هايتي واسكتلندا. المنتخبات العربية، حظوظها، مستوياتها، شكون المنتخبات اللي تأهلها أو ترشحها للتأهل للدور الثاني؟ شوف، هي حظوظ متفاوتة بالنسبة للمنتخبات العربية، والمنتخب المغربي الناس الكل اللي مرشحينه معناتها باش يمشي لبعيد في الكأس العالمية، لكن عادل فما حاجة الناس الكل تعرفها. عفوا الاخوان، هذاك الاعلام مصر هذا هو الاعلام التونسي واقيلا. اليوم المنتخب المغربي اصبح كتاب مفتوح بالنسبة للمنتخبات الكل في العالم. حاجة أخرى، النتيجة نتاع كأس العالم اللي فاتت معناتها في الدور نصف النهائي وصل لكأس العالم، اليوم معناتها تنجم تكون راهو الضغط نتاعها سلبي، خاطر ما يلزموش يعمل أقل من دور نصف نهائي. حاجة أخرى، مباراة الفارطة أمام المنتخب النرويجي فما زوز إصابات نجم تكون عائق أمام المنتخب المغربي. اليوم الزلزولي اللي هو من أحسن اللاعبين في المنتخب المغربي نجم يكون خارج المونديال. المزراوي كيف إن شاء الله الإصابة على مستوى الكتف إن شاء الله ما تكونش إصابة. لا ان شاء الله الاخوان. مزراوي كاين، غير الزنزولي اللي ما كاينش مصاب. مشكل عندك الزنزولي وعندك اقرد. مشكله دابا مشى لينا واحد في الظهير الايسر
واجرت هو مدافع مشكله والله كبيره، وان شاء الله وانا كنتمناو خير من عند الله. يكون موجود. هنا زاد الدور الاصابات ينجم يحكم على المنتخبات هذه اسكو باش تمشي لبعيد ولا لا. حكيم يرجع في الدور النهائي، ربي طلب طاهر في الدور النهائي اياب، معناتها لهنا ان شاء الله حكيم يرجع للفورمه نتاعو، وان شاء الله يكون الاضافه نتاعو كما قاعدين نشوفوا فيها في البي اس جي. المنتخب المغربي معناتها صحيح عندهم لاعبين ممتازين. حكيمي كان من اقوى اللاعبين، كان مش احسن اللاعبين في باريس سان جيرمان ونعرفوه، معناتها ظهير ايمن عصري، اضافته كبيره برشا في باريس سان جيرمان، وقيمته ثابته وكبيره زاد في المنتخب المغربي. صحيح. دونك لهنا المنتخب المغربي راهو زاد باش يكون عليه ضغط كبير. اليوم في المغرب البطوله قاعده تلعب، صحيح، ما فما حتى لاعب موجود في المنتخب المغربي. اليوم في المغرب ما فما حتى ملاعب من الرجاء يلعب في المنتخب، ما فما حتى ملاعب من الوداد يلعب في المنتخب. يا اخوان المغرب دار في الدول العربيه حاله بالرجوله، ولا كل شيء العالم كامل ولا كيدوي على المغرب، ماشي غير الدول العربيه، العالم كامل، على البرازيل على الارجنتين خرجت لهم من الجنبه والله العظيم. اليوم في المغرب ما عادش يحكيوا على عزيز بودربالة، ما عادش يحكيوا على ربح بشار في المغرب، هذوك الناس وفاو يحكيوا في اللي موجود، ما عادش يحكيوا عليهم لانه الاجيال اللي جات اليوم في المغرب اشرف حكيمي وبونو وكل فسخوا الاجيال الاخرى. اليوم ما عندكش مجموعه من اللاعبين مع كامل احتراماتنا لكل الاجيال اللي عقبت 78. ما عندكش حماد العقب الله يرحمه. المنتخبات العربيه فهم منتخب معناها الارقام والوقائع تفرض علينا ونخرجوهم يسوق ديولو اللي هو المغرب اليوم منتخب رقم 12 حتى من ناحيه القيمه التسويقيه، يفوت الاوروغواي، يفوت معناها منتخبات كبيره وعريقه. تبقى المغرب عاد نرجع لك انا كنذكر المغرب اول حاجه عنده بريسيون كبيره. ما نساوش محمد وهبي المدرب نتاعو اول كومبيتيسيون واول مره يمسك اكابر، دونك هذوما الكل عوامل راهي مهمه جدا. المغرب مالغري لا بانوبلي الكبير، المنتخب المغربي داخل التاريخ بالرجوله والله العظيم، احنا داخلين التاريخ. ياسر نتاع اللاعبين عنده المحترفين عنده مشكل كبير على مستوى محور الدفاع. اليوم ما تنجمش تلعب في كاس العالم كيما لعبت في كاس افريقيا بدوز اكسيو غوشي اللي هما ناي فقرد وجواد اليامق. دونك المغرب اليوم اللي دون لوبليغاسيون باش يلقى اكسيال يلعب ساقه اليمين باش يكون ثنائي محور دفاع مع ناي فقرد. منسي كيما قلت لك المغرب بالنسبه لي انا ايجال حكيمي، كي يكون حكيمي في مستواه معناها كيما شاهدناه بالاخص في نصف النهائي نتاع كاس اوروبا، المغرب ينجم يمشي لبعيد وينجم يمشي لبعيد برشا بالطبيعه مع بونو في الدفاع. ما ديما لو جوور في حراسه المرمى مع بونو في حراسه المرمى سامحني، ما ديما كي يبدا حكيمي اون فورم دونك المغرب يكون حاجه اخرى. فما المجموعه العاشره باش نلقاو فيها لي زيكيب الجزائر والاردن، دونك ان شاء الله واحده منهم تكون عندها حظوظ كبيره باش تتاهل لكاس العالم، لانه لوجيكمون على ثلاثه وزوج منتخبات عربيه فرد مجموعه ينجموا كنتمناو الاخوان ندوز الاردن، انا بعدا من فهمتيني باغي الاردن تدوز وما باغيش الجزائر تدوز. المهم حيت هما اصلا هما ما شجعوناش، حنا ما نشجعوهمش بالرجوله. انا ما كان فهمتيني ما كنحرضش على الفتنه فهمتيني، وحتى الفيديوهات ديالي باش عرفوا انا ما كنحرضش على الفتنه، وان كل واحد كيدير داكشي اللي في قلبه وصافي. انا بالرجوله واخا هما مسلمين كاملين حنا مسلمين، ولاني انا ما بغاش تدوز حيت كما تدين ما واحده فيهم تتاهل مع تونسيون. راه الاردن فريق محترم جدا، وتو تشاهدوا في كاس العالم انه انا اول فريق راه ترشح في تصفيه كاس اسيا. شاهدت الباركور نتاعو مع جمال سليم مدرب مغربي، منتخب على مستوى عالي جدا. الاردن عادل يلعب في كره عصريه سريعه، عنده فنيات كبيره، دفاعيا قوي وموجود. دونك منتخب الاردن ينجم يخلق المفاجاه. جزائر مصر يمكن اقرب شويه من تونس، بالاخص مصر لانه فيو لي زادفيرسير اللي موجودين في معناها معاه في البول. نتصور مصر قادر وانه بلجيكا وايران فوالا مع بلجيكا الاولى هذيك. احنا المنتخب العربي المنتخبات العربيه باش تعارك على المركز الثاني الثالث. دونك مصر نتصور يلا دي شونس باش يكون موجود في المركز الثالث. نفس الشيء كما قلنا الجزائر باش يكونوا كونفرونتاسيون ديريكت مع الاردن. تونس ان شاء الله احنا ديما كيما قلنا اهم شيء ساعه منتخب تونس يلقى الثوابت نتاعو، يلقى التشكيله نتاعو، يلقى الديسبوزيتيف تكتيك نتاعو، ترجع الثقه. شفت للاسف الشديد وقت نحكي عن المنتخبات العربيه نعطيو التقييم ونقولوا هاو نجموا حتى القرعه عادل احنا تونس نرجعوا للثوابت، ننتظر ان تعود الثوابت حتى يعود الامل. وكنتمناو الاخوان المنتخب التونسي يدير شي حاجه. كنتمناو من الله واخا خسروا الماتش اللي فات ضد بلجيكا ب5-0، وكنتمناو دور المجموعات يديروا شي حاجه. انا كنتمنى تدوز
تونس وما دوش مصر والاخرين. هذا من داكشي اللي في عقلي وصافي. اما كل واحد ما حنا راه مسلمين كاملين. حتى القرعه كانت قاسيه معنا، معناها هذا يتحدث عليه الناس كل القرعه اللي كان فيها المنتخب التونسي مع السنغال، ولا السنغال ماهوش منتخب عربي، السنغال منتخب افريقي ومجموعه كبيره نتاع ملاعبيه ظلمته برشا. القرعه اليوم موجود مع فرنسا ومع النرويج، ولو السنغال في 2000 افضل لاعب عربي موجود في الوقت الحالي او موجود في كاس العالم. نبدا بمحمد الامين عموره الجزائر او اشرف حكيمي المغرب. لا اشرف حكيمي طبعا. اشرف حكيمي يكمل معانا. اشرف حكيمي قدام حنا بعل المجبري. اشرف حكيمي. اشرف حكيمي. موسى التعمري. اشرف حكيمي ولا موسى التعمري؟ اشرف حكيمي. اشرف حكيمي ولا علي جاسم نجم كومو الايطالي؟ لا اشرف حكيمي. اشرف حكيمي. اشرف حكيمي. محمد صلاح. دلوقتي اشرف حكيمي. دلوقتي اشرف حكيمي يكمل معانا. اشرف حكيمي. سلام الدوسري. لا اشرف حكيمي. اشرف حكيمي. رياض محرز. اشرف حكيمي. اشرف حكيمي. ابراهيم دياز. اشرف حكيمي. اشرف حكيمي. عمر مرموش. اشرف حكيمي. ما هو اصل انت يعني انت بتتكلم على لعيب بيلعب في اعلى ليفل. صحيح. بيلعب في منتخب قوي، هو خد رابع العالم وبيلعب في اعلى ليفل وخد تشامبيونز ليج وخد الدوري الفرنسي وخد كاس الانتر كونتيننتال. وصل نهائي كاس العالم للانديه. صحيح. من وجهه نظر كابتن خالد الغندور بطل افريقيا الاخوان هو اشرف حكيمي، حيت اصلا عنده 3 دوري الابطال، خلي البطولات خلي الكيسان الاخرين، يعني راه باينه حاجه باينه. ما محرز والاخرين راه كاين اللي عنده واحد، كاين اللي ما عنده حتى واحد كاع. اشرف حكيمي هو افضل لاعب عربي. في التعليقات انتوا اكتبوا لنا رايكم ايه. اسمكم الرباطيين اسعدتكم اشهد كاس العالم اللي غيدوزوا في المغرب. انا واحد منهم وانا غنتفرج في الدار. ريد رابا لايف ارينا اللي هي اول فازون من نوعها في افريقيا غادي تبدا في 13 هذا الشهر في النهار ديال الماتش ديال المغرب مع البرازيل. غادي تكون في الملعب ديال مولاي حسن. الجمهور غادي يتفرج في الماتش في شاشات عملاقه، شاشات الليد، قالك الصوت والاضاءه مستوى طوب. يكونوا فيها حتى عروض فنيه وحفلات سعداتكم. بالنسبه للاخوان واش يكون مجانا ولا بالخلاص؟ كتبوا لي في التعليق الاخوان اللي على بالو هذه ديال التيران، واش كيدخلوا الناس مجانا ولا ضروري تخلص شي بركه؟ بان لي محال واش يكون مجانا. المهم الاخوان اللي في خبارو هاد خبار يقولها لنا في التعليق. الله يسهل عليكم. ايوا سولوا لها الثمن. التذاكر قال لك كيبداو من 100 درهم. يا قطع ورقه الطياره انا بلاصه ما نمشي ليه كنمشي المغرب. قال لك كلشي عنده الحق يتفرج، عائلات ولاد صغار ناس كبار كلش. وعرفتوا الفنان اللي غيكون حاضر بغيت نكون مع العشرين ديزيدروس. وقال لك كل مباراه ديال المنتخب الوطني غيجيبوا فنان غيكون ضيف خاص. ايوا كيف ما قلت لكم ملعب مولاي الحسن الافتتاح 13 يونيو خاصه بمباريات المنتخب الوطني المغربي. الافتتاح ديزيدروس. والموقع باش تشريو التذاكر www.feverup.com. واكيد غيكونوا الفي اي بي والفي في اي بي بحالي. المهم هذوك كيبغيو يعيشوا. وان الصراحه الاخوان غير الحماس اللي غيكون في التيران، اما بالنسبه للتلفازه بحال الدار بحال القهوه بحال غير الحماس فهمتيني اللي غيكون في التيران. تجربه سبيشال. انيوي تخيلوا معايا غير ربحنا البرازيل بوحدها كيكون الاحتفال والمكشر بالكره والميوزيك. حتى ان شاء الله راه الا ربحنا البرازيل ولا ورا العالم الشوارع عاوتاني كي غيعمروا ولا اجواء عالميه يا جدكم، عالميه. يلا وسيروا جريو قطعوا التيكيتات ما يساليو راه الماتش غدا. وكاين منتخب برازيلي راجعين مطرطقين له لعابه، مطرطق له ميليتون، مطرطق له رودريغو ونيمار هما تيوجدوا بيه غيلعبوا بيه في الفاسما والبومادا وداك الدواء ديال البيطادين والدواء الاحمر غيلعب معاك نيمار ملصقين وبغاو يلعبوا معاك. علاش؟ لاسباب اقتصاديه. يسرني ان نتلقى هذه الاشارات بان نيمار غيلعبوا سي كارلو انشيلوتي، ما عنديش مشكل. حنا مشينا استغرقنا في الجانب ديال الاخوان بغاو يلعبوا معنا صح. نيمار المهم غيكون غدا، نيمار غيكون يعني الاعصاب وجانب ولا واخا يكونوا 10 ديال نيمارات حنا كاع ممسوقينهم ان شاء الله مربوحه. الاضرار وجانب يعني الخسائر اللي ماشي شي خسائر كبيره باش ما نهولوهاش. ما بقاش نقولوا حنا فريق ديال الدوله ديال 55 موهبه و66 موهبه ونجيو نتناقضوا نبكيو على لاعب عربنا على السياء على الاحباط على الحزن. هنا كنوقفوا نستشرف الافق ونقلبوا يعني على الحاضرين. دابا انا بغيت نهضر ونبقى بصلب الموضوع بعيدا عن السياقات اللي كيتناولها الاخرون، ولكن بالعوده دائما الفلاش الاول اللي هو ملعب المونديال الاخبار اللي كنعطيو هذاك يعني الفلاشات على السريع اللي مرتبطه. كتبان لي دابا شحال من فلاش اللي بغيتي دير قصاصات على السريع بحال ديك الصمطه اللي كدوز قصاصات الاخبار كنعطيها لكم وانت كتسمعها. اولا ردا ماشي علينا حنا، ردا على العالم اللي كتب،
على الطريقه ديال التفتيش ديال منتخب المنسحبين واش كيقلبوا على نجمه مسروقه ولا شي كاس داو ولا شي حاجه، فهما ردوا علينا بالبلاغ، واحد البلاغ مثير للسخريه، بلاغ رعديد، بلاغ جبان، بلاغ لكم واسع النظر تحكموا عليه. كيقول لك اسيدي فيما جاء مضمون هذا البلاغ ديال الطرف السينيغالي بانهم اسيدي كيتمنوا وكيشكروا ميريكان على الطريقه اللي فتشوا بها، وما فيهاش اهانه وفيها احترام لهم، بل كيشوفوا بان ميريكان يعني تعاملت معهم داك لافونس العربون، هذاك التسبيق. هذيك الخلعه وما ديرها الاخوان، شتي الخلعه وما دير، وقول لهم يدويو دابا، قلبوهم قول لهم يدويو صحابهم المغرب هذا ولا حنا راه كنتساعدوا. يا اهل المغرب خامس عالميا، اصبح فوق البرازيل، فوق البرتغال، فوق هولندا، فوق البلجيك، خامس عالميا لاول مره بالتاريخ. يا جماعه كان 10 عطون بطوله كاس افريقيا، صار خامس هلا حاليا من الفيفا، تصنيف الفيفا فوق البرازيل. تخيل منتخب عربي مش اي منتخب، المغرب فوق البرازيل، فوق البرازيل. واش الاخوان ولينا خامس عالميا او ولينا فوق البرازيل؟ ياك هذه ما على باليش الاخوان. شو هالانجاز تاريخي يا جماعه هذا يلعبوا المغرب، شو هالانجاز عربي. قولوا لنا في التعليقات الاخوان ما يسهل عليكم. منتخب عربي فوق البرازيل وهولندا، وشوي حيصير منتخب رابعه وثالثه، يكب فرنسا لبرا وانجلترا لبرا. ان شاء الله كلشي غنحيدوا على برا، حنا اللي غنوليو الاولين. شيء غريب يا جماعه، والله شيء غريب. نحن كعرب المفروض نفتخر عرب، جماعه عرب. المغرب بطل افريقيا، نصف نهائي كاس العالم 2022، بطل كاس العالم للشباب، ثاني على الاولمبياد عالميا، بطل كاس العرب. كل هالانجازات يا جماعه كان ينافس على افضل منتخب عربي، هلا عم ينافس على افضل منتخب بالعالم. يا جماعه كان عم ينافس على منتخب عربي، افضل منتخب عربي، هلا صار ينافس افضل منتخب بالعالم. وهيدي ما تفضل الراس يا جماعه، ما تفضل العقل. عرب نفتخر، احنا كعرب نفتخر بهيك انجاز، هيك انجاز. المغرب يا انا مش شمتان، لكن من حق ان انا افرح انك زعلان. شاد البديه بوس خليتي جوج كرات. والله الاخوان تفرجت واحد شويه في هذا الماتش، المهم راه تفرجت فيه نيت ماشي، والترى بديت كنضحك غير بوحدي، وانا اصلا كنشجع المكسيك فهمتيني. هادو والله ما قاسوا شي كره، ما لعبوش كاع، خايفين داخلين ما عندهمش، وكيقول لك كنتمناو نديو كاس العالم غندوزو حتى النصف النهائي. هو الماتش الاول خسروا، كاين النصف لا الربع. الدور الاول سير داركم تغسل المياه. جوج طردوا. هذا كيصدق كما قال الفيفا وكأس العالم للتربية والتعليم. عندك تقول بأن المدرب المكسيكي دخل بخطة واحدة، خطة مكشوفة. اللاعب الأفريقي كيصلح في إفريقيا، تخرج برا إفريقيا تلف. هاشيو ياك ما تشكليهم من أجواء كأس العالم، يديرها لينا في الكرامة، ولكن تابو راس منحوس تحتي في الافتتاح أموال الأرض. هاشيو عندك يكون منتقد عاوتاني الحضور الجماهيري مكاش. أموال الأرض اكتساح جماهيري أكثر من 110,000 مشجع حضر. أكيد مكسيكيين ماكم نتوما أكيد لكم منحوسين تحتو في الافتتاح. هاشيو واش هضر على مشاكل التنظيم والولوج الى الملاعب واللوجيستيك؟ باقي ياك حيت عاد بداو شي مشكل نسايدوه يخرج لينا بهاد التصريحات. باقي بكري شويه، وحنا صابرين مفرجين وفرحانين. انا مش شمتان تشانس سكوير كما كنشوف الجماهير المغربيين تبارك الله. تمش معنا بالتونين المهمه ديال المغرب، علمت نيويورك كامله اخي، وصلت له جايني من المغرب وباش خليك المهمه عشير وديالك مغربي الله يسهل. بالرجل والله يتعامل معاه. عرفتي شحال يكون ساوي دابا هاد التوني في ميريكان تما؟ راه يقدر يكون ساوي واحد 2000 درهم مغربيه وكثر كاع. هو مسكين يا ما يقلب عليه ما لقاش اصاحبي. سيري تشامس كوار كامله نيويورك كامله ما لقيتوش بالرجوله. والله دابا ملي الشغله تتنكر عدلو بالرجوله باغي تعامل معاه. اللي بغيتي فيه يعطيك دابا شي واش ما بغيتش يعطيك. اش بان لكم الاخوان يتعامل معاه به ولا لا؟ كتبوا لنا في التعليقات. دابا يا خويا لا زهر راه تاخذوا فاق شحال ما بغيتش يا شي لا خليك المهم الله يسهل عليك. المغاربه الحنا الدار الكبيره. بلاتي درتي معايا زوين دابا نحيد امك نحيد امك التونه دابا نحيد امك ابراهيم جاز الله يخليك الله اسامه انا من سيدي هيا الغاب تحياتي ولاد سيدي هيا واحد والله الا قلبت على نيويورك كامله والله ما لقيتو برا باخويا
لا خليكم لا خليه يشوفوا غادي الله يحفظك الشيخ والله الا فرحتني. تحياتي لك اخويا وتحياتي لجميع المتتبعين. شوف كيدير والله الا تقال معايا خويا تقلب نيويورك كامله اليوم ما شحفش عندي سكاره وتسيري في ميطوات كامل ما خليت حتى شي قلت وما لقيتش التوليد ديال المغرب والله الا ملي الشغله تفرحان اقسم بالله العلي العظيم. هذا ممتاز من قناه الشعب شوف تافي درتي معايا وقيلا الاخوان هذا ساكن تما ماشي وكون حيت كان في المغرب كون شراه في المغرب ودا فهمتيني يا الاخوان. وبالنسبه لهذا التوني غيكون دوريجين هذا والله الا فرحتينا خويا كلشي غادي باش العمار ولا بروفيا ومربوحه مربوحه ان شاء الله وقطع الله يدير الخير. بسم الله شوف هذا الاخوان توقعات ديال واحد الجزائري مع المشى ديالو شغل تموتوا بالضحك الاخوان بالرجل علام منصوب مليحه قالك تغلط الشعب قالوا معاه روح منا كل منا والله الا علام قسما بالله عرفتي قبيله ملي تفرجت والله الاخوان انت كنضحك هبوا عليه بالرجوله بغا زعما كاين البرازيل. اخوان تصوروا معايا جنوب افريقيا البارح كون كانت لاعبه الافتتاح في المغرب ولاعبين حنا اللي منظمين الكاس وخرجوا منهم جوج بحمراء كون راه قامت الدنيا الاخوان اقسم بالله تتقوم الدنيا. يقول لك القجاع شارين كذا شو حنا على ضربه جزاء ديالنا وقال لك لا ودلسوا وقبل ما يبداو قال لك المصريين اللي منهم ابو تريكه قال لك البلدان اللي كانوا كينظموا ديما كيتعاونوا معاهم في التحكيم قال المغاربه دابا كلشي نساو هادشي كيفكروا في بوتريكا ما عرف شنو. وهذا المدرب اللي قال لك انا مراتي في التيران بغات تدخل وما قدرتش تدخل عندها البي ديالها ما قدرتش تدخل مع الجمهور ديال اكادير حابسها الزحام تعداو عليهم وبقى كيهضر على المغرب خايب. البارح ولد الكلب بصح الاخوان هذا راه في كاس افريقيا اللي فايت في المغرب راه كان كيدوي على المغرب خايب صاحبي وحق الرب ما هضر ما قالت حتى هو دابا ملبدها خاصها بجوج لزيرو وقال لي غلط في اللاعبين ديالي كلمه ما قالهاش. خرجوا جوج بحمراء من الفرقه ديالو باش تفهموا خوشي كره السياسه كيفاش كيدخلوها في الكره وكيفاش داك الشيء يعني كيكونوا مقادين ليه مبريباري ليه موجودين ليه في كل شيء. واش واحد في شهر واحد كيقول افارقه سرهم ميريكان فهمتيني الا بغاو يتقودوا يقريوهم الاداب فهمتيني حيت ما مأدبينش فهمتيني الاخوان. كاين ناموس في طنجه واش واحد قال لك بنسيون هذاك ماشي وطيل واش واحد كيستفز في الناس بحال هكذايا راه ما نساوش راه والله ما كان دوخانه. انا هذا اكبر كلب وبغيتها ليه البارح جنوب افريقيا والله تبغيتها لها وماشي غير هما هو كلشي المغرب كامل اخويا راه كان كيشجع منتخب المكسيك. انا بعد القهوه اللي كنت مريح فيها الاخوان فهمتيني حيت انا كنت في الاول تفرجت في الدار وشويه وانا مشي عيط ليا واحد الدري صاحبي مشيت تفرجت في القهوه. المهم هذيك القهوه كامله كتشجع المكسيك الاخوان بالرجوله يعني المغرب كامل كيشجع المكسيك. راه تكالب علينا كل افريقيا كلها. ما نساوش راه كانوا كيشجعونا في كاس العالم ديال اقل من 20 عام الاخوان راه كانوا وقفوا معنا ضد الارجنتين. ما تنساوش الخير ديالهم مع الاخوان حتى هما. كانت كتشجع الفرق اللي كنلعبوا ضد هذا راه ما كاينش العاطفه الاخوان ما كاينش العاطفه. وهذا الكلب هذا البارح ما دواش راك شفتوا كيفاش كان في المغرب كل مره في شي ندوه صحفيه كيخرج لهم بشي قافيه كل مره حتى واحد فيهم ما هضر. هو الخويا حاشا تقول لي الكلب حيت هذاك الانسان المهم خذ راحتك. هادشي اللي كيكون شي دوله اللي كيكون منظمه عندها البو كيكون هذيك الساعه بنادم يقدر حتى شي واحد يهضر. لهذا الاخوان الامور راه واضحه خاصكم كاع توقفوا معنا وتبارطاجيو حيت غنبداو دابا في الحمله ديال دقدق. للشعب المغربي انا نفسي المغرب تاخد البطوله وانا بأساند المغرب تاخد البطوله. يمكن ده يكون احساس الكثير من المصريين. وقفكم معانا ومجدعتكم ولطفكم وظرافتكم وعلاقتنا بيكم. هذا مصري الاخوان سمعوا شنو كيقول على المغرب كيدوي زوين على المغرب هذا الاخوان. انا بحب المغرب. أبقوا فيها غير الصحافة الجزائرية لقد تم رفض تأشيرة القجع. ترامب يصدم المغاربة ويرفض
قدوم ودخول القجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ها هو هذا الصباح كيسلم على المنتخب ديالو، مشى حتى اخوان السبع فيما مشى بهيبته، السبوع ما كيخافوش من الضبوع، فهمتيني؟ الضبوع خليهم يبكيو. المهم انا راه كيف قلت لكم انا الاخوان راه ما كان فهمتيني، انا ما كان فهمتيني ما كنقولش على بعض الدول العربيه، انا خاطئين للفتنه، انا ما كنحرضش على الفتنه الاخوان باش ما تبقاش لي على رقبتي. حنا بغينا غنضحكوا شي شويه وصافي. الفندق ديال البعثة المغربية وجلس معاهم شربوا اتاي والفقاق سيا جدك وكيتسناو الغدا يطيب كسكسو ديال هذا النهار. مساكين حتى حاجة ما كتكمل عندكم، حتى حاجة ما شوف ربي ما عمر يوفقكم. علاش؟ لأن حياتكم كاملة كذب في كذب، حياتكم كاملة نتوما كتكذبوا. قال لك اسيدي ترامب رفض الفيزا ديال القجع، كتبقاو فينا صاحبي. المشكل ما كتبقاوش فينا نتوما، اللي كيخرج الخبر هذاك واحد الشكام والحاس وعطاي ديال النظام الجزائري، كيلقاو فيا هذوك مساكين اللي كيتيقوا هذا الخبر وكيجيو عندي في البريفي يقول لك وهضر لنا على القجع اللي رفض له ترامب التاشيره والفيزا. كتبقاو فينا يا ولدي بردع، كتبقاو فينا والله الا ماشي متقبل نتوما مو بردعه داك اللي عندنا الدنتوار. بالنسبه للمنتخب العربي اسمعوا الاخوان، هذه مغربي وجزائري، اسمعوا الحوار اللي كاين بيناتهم. بين الاقوى في كاس العالم، الاجابه واضحه وضوح الشمس في يوم جميل. طبيعه الحال المنتخب المغربي، لاننا باش كنهضروا على المنتخب المغربي كنهضروا على واحد القيمه سوقيه ربما هي الاعلى في افريقيا وفي الدول العربيه وتضاهي اكبر المنتخبات الاوروبيه. الا جينا نهضروا غير على التشكيله ديال المنتخب فكنلقاو فيه واحد التشكيله ديال الاسماء اللي العالم كلها كيعرفها، والدليل ان في اي مقابله وديه كيلعبها المنتخب المغربي الا وكتشوفي. باش تعرفوا الاخوان هذه راه كدوي زوين على المغرب، فهمتيني؟ هذه كدوي زوين على المغرب ماشي اللاعبين ديال المنتخب الخصم كيجيو ياخذوا صور مع النجوم ديالنا، والمنتخب المغربي هو واحد المنظومه كرويه. هما الزملاء تاعهم في فرق واحد اخرى، باسكو اغلبيه افراد المنتخبات الوطنيه هذه لا 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 لا, لا, لا. يعني لعبوا مع النجوم تاع اوروبا ولعبوا. لا 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 ابدا. شوفي بالنسبه الى جيتي تشوفي في الافريق راه ما تلقايش دابا واحد المجموعه كبيره ديال اللاعبين الافارقه اللي كيمارسوا في انديه كبرى. يعني مثلا الا خدينا ريال مدريد غادي نلقاو عندنا ابراهيم دياز. بان لي الاخوان بحال شويه دخل مع الصاد. الا مشينا مثلا باريس سان جيرمان غنلقاو عندنا اشرف حكيمي، عندنا دابا الصابيري غادي يمشي للبايرن ميونخ. وباش نهضروا انا بغيت غير نجاوب الاخ صراحه، ما كنبغيش نشارك في بحال هاد اللايفات، غير الاخ اللي كيهضر كيقول المنتخب في البيت. خاص الانسان ما تبقاش عنده ديال النقص، لانه المنتخبات المغربيه بجميع الفئات ديالها حققوا نتائج عالميه. رحنا شامبيون دي موند ديال منتخب الشباب، وحنا ابطال كاس العرب، وحنا ابطال كاس افريقيا، وحنا لعبنا النصف النهائي ديال كاس الشباب، كاس الاولمبيات، عندنا ميداليه. يعني هاد الناس انا بغيت غير نعرف الانجازات. تلعب المونديال. المهم الاخوان اللي وصلتوا معنا حتى لهاد المرحله ما تنساوش الاعجاب بالفيديو الاخوان، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، حيت اللايك الجيمات كيرفعوا الفيديو باش يضربوا المشاهدات. تحياتي لكم الاخوان، انا كيف قلت لكم انا راه ما كنحرج على الفتنه، حنا كامل مسلمون. تحياتي لكم، كنبغيكم بزاف، شكرا.